بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة سنة رابعة، النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض نماذج أسئلة من كتاب الطالب وكتاب التقييمات. إن شاء الله احنا شغالين في ملف المعاصر للمراجعة النهائية. نبدأ بسؤال choose. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة السليمة. في نمبر 1 بيقول لي هي lots of energy. هي إيه؟ كثير من الطاقة. So she can learn. لذلك هي تقدر تتعلم. Play. تلعب. And enjoy her day. وتستمتع بيومها. هو هنا قصدي عاوز يقول هي عندها كثير من الطاقة أو هي لديها كثير من الطاقة. طبعا لما المعنى ده معنى لديه أو عنده هو verb to have. هستخدم يا إما have يا إما has. طيب نقول مع بعض، هو أنا إمتى بجيب have؟ بجيب have لما يكون الفاعل عندي I أو we أو they أو you، وبجيب has لما يكون الفاعل عندي he أو she أو it. طبعا أنا عندي الفاعل هنا she، يبقى هختار has. Number 2. We can not flowers in the garden with our noses. احنا نقدر نعمل ايه للزهور في الحديقة بأنفنا. we can نقدر نعمل ايه للزهور. we can smell. نقدر نشم الزهور اللي في الحديقة بأنفنا. Number 3. Some people بعض الناس not put trash in bins. هو هنا بيقول ان بعض الناس عاوز يقول يعني ان هم مش بيحطوا مش بيضعوا القمامة في السلال. يعني هو هنا عاوز يستخدم نفي. طبعا انا في سنة رابعة يعني اتعلمت زمن مهم جدا، هو زمن المضارع البسيط. هفكر في حاجتين، هفكر يا اما doesn't يا اما don't، لان انا اتعلمت المضارع البسيط واتعلمت ان النفي في المضارع البسيط بيبقى يا اما doesn't يا اما don't. هنقول تاني امتى بستخدم doesn't وامتى بستخدم don't. doesn't اللي فيها اس دي بستخدمها لما يكون الفاعل بتاعي he او she او it او اي اسم مفرد غايب. ودونت بستخدمها لما يكون الفاعل بتاعي I او we او they او you او اي اسم جمع. يبقى هنا هبص على الفاعل some people بعض الناس. طبعا هنا جمع، الفاعل هنا جمع، يبقى هننفي ان شاء الله كلنا ب don't. Egypt مصر has two special نقط. يعني مصر لديها ايه مميزين او ايه مميز. that delta او نقول the delta and upper Egypt. عندها ايه مميز اللي هم the delta دلتا النيل و upper Egypt يعني الوجه القبلي. يبقى هنختار المعنى المناسب. احنا كنا خدنا قبل كده ان مصر عندها يعني منطقتين متميزين اللي هما الدلتا والوجه القبلي. يبقى هستخدم كلمة regions، وكلمة regions معناها مناطق. يبقى Egypt has two special regions، يعني مصر عندها منطقتين متميزين، الدلتا والوجه القبلي. Number 5. The zebra has a نقط coat. يعني الحمار الوحشي عنده فراء ايه؟ الحمار الوحشي عنده striped coat. striped coat معناها يعني فراء مخطط. elephants الفيلة are heavier نقط lions. يعني الفيلة تكون أثقل ايه الأسود. أنا عاوز أقول أثقل من، يعني أنا محتاج معنى كلمة من. طبعا احنا خدنا في المقارنة بين المفرد والمفرد بجيب الصفة وبحط لها er وبحط وراها كلمة مهمة جدا هي كلمة than. يبقى نقول الجملة تاني elephants are heavier than lions، يعني الأسود الفيلة تكون أثقل من الأسود. في نمبر 7 بيقول لي the Cairo نقط is very tall.
ايه القاهرة طويل. We can see Cairo from the top. احنا ممكن نشوف القاهرة من القمة. يبقى مادام ممكن نشوف القاهرة من القمة وهو طويل، يبقى ذا كايرو تاور، يعني برج القاهرة. he is sitting not front of the house. هو يجلس front of the house، يعني هو عاوز يقول ان هو يجلس امام المنزل. انا عندي كلمة front of، وفرونت اوف دي كنا خدناها مع حروف الجر اللي بستخدمها لتحديد المكان، بس ما كانش اسمها فرونت اوف، كانت اسمها in front of. يعني احنا هنا محتاجين حرف الجر in front of the house. السؤال اللي بعده August is the month of the year. يعني أغسطس هو الشهر الإيه في السنة. طبعا أنا أول ما بلاقي كلمة ذا قبل النقط بفتكر على طول المقارنة بين المفرد والجمع، لأن في المقارنة بين المفرد والجمع كنت بجيب بحط للصفة est وبحط قبلها ذا. يبقى أنا لما شفت ذا افتكرت على طول قاعدة المقارنة بين المفرد والجمع. افتكرت كمان قاعدة القاعدة اللي بحط فيها للصفة est. يبقى أوجست، يبقى أغسطس يكون the hottest يعني أحر month، أحر شهر of the year في السنة. أو أن نقط designs new buildings. هو مين اللي بيصمم مباني جديدة؟ طبعا مين؟ engineer، المهندس. they not the books in the morning. هم ايه الكتب في الصباح. طيب احنا هنا احنا عندنا فعل read موجود في كذا شكل، موجود محطوط قبله في اول الاختيار قبله to، وموجود في اختيار التاني موجود في المصدر، وبعد كده محطوط لي في كلمة read ing، واخر فعل محطوط له s. يعني هنا بالمعنى يعني هو يقصد ان هو بيختبرني في قاعدة معينة او زمن معين. هو هنا جملتي في المضارع البسيط، واحنا قلنا زمن المضارع البسيط لما اجي اكونه بكونه ازاي؟ لو الفعل اللي عندي I او we او they او you او اي اسم جمع بجيب الفعل في المصدر، ولو الفعل بتاعي he او she او it بحط للفعل s او es او ias. فانا هنا هبص على الفاعل عندي زي تاخد زي دي ضمير من ضمائر الجمع، يبقى هجيب معاه الفعل في المصدر. يبقى they read the books in the morning. هما بيقروا الكتب في الصباح. في نمبر 11 بيقول لي they هما not the books in the morning. هما ايه الكتب في الصباح. طبعا الجملة اللي قدامي دي جملة خبرية في المضارع البسيط. في الجمل الخبرية تملي ببص على الفاعل عندي هنا لو جمع بجيب الفعل في المصدر، الفاعل هنا لو مفرد غائب بجيب الفعل اللي فيه اس او اي اس او اي اس. انا عندي الفعل هنا جمع، يبقى هختار الفعل في المصدر، هقول they read. Number 12 I can not the soup with my tongue. أنا أقدر أعمل إيه للشوربة بلساني. لساني ده هستخدمه في حاسة إيه؟ طبعا في حاسة التذوق، يبقى I can taste the soup. أنا أقدر أتذوق الشوربة. I not clothes and give them to people who need them. أنا أقدر إيه للملابس وأديهم للناس اللي محتاجينهم. I can. طيب إيه الفعل اللي ممكن أستخدمه مع كلمة ملابس؟ collect، يجمع، يبقى I collect clothes. أنا بجمع الملابس and give them وبديهم to people who need them للناس اللي محتاجينهم. I not drink tea in the morning. أنا إيه؟ أشرب الشاي في الصباح. طبعا هنا اختياراتي كلها منفية، يعني هو عاوز يعمل جملة بمعنى أنا
ما بشربش شاي في الصباح. عاوز يعمل جملة مضارع بسيط منفية. المضارع البسيط المنفي بستخدم فيه يا إما doesn't يا إما don't. طيب امتى بستخدم doesn't اللي فيها اس الأخيرة دي؟ بستخدمها مع الفاعل المفرد الغائب أو والضمائر هي أو شي أو it. وامتى بستخدم don't؟ بستخدمها مع I أو أي اسم أو ضمير جمع. طبعا هنا الضمير عندي I، يبقى هختار don't. A أو an نقط is one who shows visitors the animals. مين اللي بيوري الزوار الحيوانات؟ طبعا الفورست جايد، حارس الغابة. نهى is نقط than نشوة. نهى ايه من نشوة. طبعا دي جملة فيها مقارنة بين نهى ونشوة، يعني مقارنة بين مفرد ومفرد. واحنا اتعلمنا لما نقارن بين مفرد ومفرد بنجيب الصفة فيها er ووراها than، يبقى هنختار shorter. واحنا في الامتحان يا ولاد طول اول ما بنلاقي بعد النقط كلمة than على طول بنجيب الفعل بنجيب الصفة اللي فيها er. A أو an نقط is a place with water and trees in the desert. ايه هو المكان اللي فيه مية واشجار في الصحراء؟ طبعا كلنا عارفين الاويسز، الواحة. سارة نقط to her village every week to visit her mother. يعني سارة ايه لقريتها كل اسبوع علشان تزور امها. طبعا جملتنا هنا في المضارع البسيط في كلمة دالة هنا اللي هي كلمة every week، حاجة بتحصل كل أسبوع، جملة خبرية في المضارع البسيط، طبعا دليل على التكرار. طب الجمل الخبرية في المضارع البسيط بعمل ايه؟ برضو ببص على الفاعل. الفاعل هنا مفرد غائب، مع المفرد الغائب بختار الفاعل اللي فيه اس. نقط you study English every day. هو عاوز يقول يعني هل تدرس أو هل تذاكر اللغة الإنجليزية كل يوم؟ طبعا هنا ده سؤال في المضارع البسيط، هفكر في حاجتين، يا إما does يا إما do. السؤال في المضارع البسيط لما أحب أسأل بسأل يا إما بدز يا إما بدو. طيب هختار does ولا do؟ هبص برضو على الفاعل. الفاعل عندي هنا يو، ضمير من ضمائر الجمع. ضمائر الجمع بياخدوا كلهم أي ضمير جمع أو اسم جمع بياخد do. The firefighter the job يعني وظيفة رجل الإطفاء is important مهمة because علشان he not people علشان هو إيه الناس. طبعا because he علشان هو saves people بينقذ الناس.